السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. النهاردة معانا فيديو جديد عن طريقة عمل كيكة اليوسفي ب2 بيضة بس. ازاي؟ هنشوفهم مع بعض في الفيديو. وزي ما احنا عارفين، نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. لو انت اول مرة تتفرج عليا قولي انت بتتفرج عليا من انهي بلد. قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بالله ونصلي على الرسول. هنجيب الخلاط وهننزل بكوباية وربع من السكر، وعليهم 2 بيضة زي ما احنا قلنا، وكيس فانيليا او رشة فانيليا المتوفر عندك. ولو متوفر عندك فانيليا سايلة، هي نقطتين 2 بس، لان احنا هنحط قشر يوسفي في الكيكة بتاعتنا، مش محتاجة فانيليا يعني. هنا هنضرب المكونات كويس اوي لحد ما السكر بتاعنا يدوب. اول ما السكر بتاعنا هيدوب هننزل بكوباية مية وقشر يوسفاية، يعني قشر سفندية واحدة بس. قبل ما تنزل بيه هنكون حايشين البياض بتاع قشر السفندي. هنا هو زي ما انتوا شايفينه في الفيديو، البياض دون بظهر معلقة، وهتشيليه كده تخلي اللون بتاعه متواحد، يعني اللون من هنا برتقاني ومن هنا برتقاني. هتقطعيه مكعبات صغيرة قبل ما نحطه في الخلاط عشان يتضرب معانا في الخليط بسرعة، وايه ما يعملش كتل كبيرة كده وما يتضربش. هنا هنضرب ايه، ومعانا كيس يوسفي او برتقان، يعني المتوفر عندك، عشان انا حطيته علشان نعزز الطعم بتاع الكيكة بتاعتنا. لو مش متوفر عندك ومش حابة، خلاص مش ضروري منه. هنا بقى هنضرب الخليط بتاعنا، وعلى ما الخليط بتاعنا هيتضرب هنجهز مع بعض الدقيق. هنا معانا 2.5 كوباية من الدقيق. هنا انا كنت نخلاهم بس هعايرهم بعد، يعني هعايرهم مع بعض قدامكم تاني علشان تعرفوا ان حاطه قد ايه. والكوبايه اللي انت هتعاير بيها المقادير التانية السكر والميه، هتعاير بيها الدقيق، وهنعاير بيها 1/4 كوباية زيت بس قدام شويه. هنا اول كوبايه معايا هون، دي تاني كوبايه، وده النص يعني ايه، وعليهم كيك شيف، يعني اللي هو كيس كيك شيف اللي بيجي جاهز دون. كيك شيف مش متوفر عندك كيك شيف، يبقى كيس بيكنج باودر عادي. هنا بقى الخليط بتاعي كان اتضرب، وهنصفيه علشان ما يبقاش في اي كتل بتاعتي وتبوظ الكيكة او تمررها او يديها اي طعم ايه مش محبوب. هنا انا صفيته اهون، وفعلا طلع منه كتل، ما كانش اتضرب كويس. ومعانا ايه الدقيق. هنا معاكي بقى ايه مضرب كهربا او مضرب عادي، لو بس هيغيب معاكي ايه شوية، يعني هتضربي لمدة 5 دقايق كده بالمضرب العادي، انما لو بالمضرب دهون 3 دقايق بس كده كفاية. هنا احنا نزلنا بالخليط بتاعنا هون على الدقيق، وهنضربه كويس اوي مع بعض. وبعد ما هنخلص ضرب هننزل بربع كوب زيت، يعني بربع كوباية زيت من الكوباية اللي احنا معايرين بيها كل المقادير التانية. هنا هننزل بيهم وهنقلبهم ايه كويس او بمضرب الكهرباء. لو انت ما بتستخدميش مضرب الكهرباء وهتضربي المضرب اليدوي عادي، فانزلي بيهم واحدة واحدة، ما تنزليش بيهم كلهم مرة واحدة. معانا هنا صينية 24، وهنضيف فيها الخليط بتاعنا، وهندخله من الفرن على درجة حرارة عالية، بس تكوني مسخنة الفرن من قبلها ب10 دقايق. هتدخليه في درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق الأولانيين، وبعد كده بتهدي خالص آخر النار لمدة نص ساعة، أو يعني بياخد منك ايه، الكيكة كلها بتاخد منك من 35 دقيقة ل40 دقيقة، يعني من 25 دقيقة ل30 دقيقة بعد النار العالية. هنا بعد ما طلعت اهي زي ما انتوا شايفين قدامكم، كان طعمها بجد تحفة، وريحتها كانت جميلة جدا وقلب المكان. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، واكتبوا لي تعليق حلو عن الفيديو، ولايك واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة، وفعلي الجرس واعملي اشعار الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.